خير اللهم اجعله خير كده. لستة ممنوعات طويلة داخل عليا بيها مريض كلى. مبدئيا اتفقنا ان مفيش حاجة ممنوعة ابدا في الاكل. مريض الكلى مفيش حاجة ممنوعة او بنمنعه منها، سواء المريض اللي عنده قصور كلوي او على غسيل، ما بنمنعوش من اي اكل ما دام تحاليله مظبوطة وما عنديش حاجة تستدعي ان انا امنعها. سواء ده أو ده بنعمله نظام غذائي مناسب ليه بدون أي ممنوعات. بس لو جالنا التحليل فيه مشكلة ساعتها نفكر إحنا هنمنع إيه. مشكلتي مع مريض الكلى دايما بتبقى بروتين، صوديوم، بوتاسيوم، فوسفور. البروتين وثلاث معادن. الثلاث معادن دولت بنعرفهم في التحاليل. لو التحليل جه وقال إن أنا عندي مشكلة، ساعتها بقى نفكر هنعمل إيه. هنمنع خالص ولا ندي كميات قليلة. نظبط الفوسفور ازاي لو هو عالي، البوتاسيوم لو عالي، وبالرقم لو الرقم بتاعه دوت كام، عشان امنع مصادر البوتاسيوم في الاكل خالص. او لا، انا عندي مصادر البوتاسيوم عاليه ومصادر متوسطه ومصادر منخفضه. طب هدي المصادر المنخفضه عشان هو مش عالي قوي. لا، ده انا همنعه خالص، اصل البوتاسيوم عامل رقم كبير وعامل له اعراض. فالثلاث معادن دولت لازم تحليل عشان امنعهم. ما ينفعش اقول للمريض عامه لا ما تاكلش ده وما تاكلش ده وما تاكلش ده، وهنمنع مصادر الفوسفور وهنمنع مصادر البوتاسيوم. طب ما المعادن دي مهمه لجسمه ونقصها يعمل لي مشكله. ما ينفعش ان انا امنع مريض كلى من اكل الا اذا كان عندي دوكمنت، ورقه بتقول ان انا امنع. البروتين بنحسبه على وزن المريض، مش اي وزن. لينا أوزان بنحسب عليها لمريض الكلى، سواء العيان قصور كلوي درجة أولى وثانية وثالثة أو الخلاص اللي دخل غسيل. فمريض الكلى ما ينفعش نقول له في المطلق أنت ممنوع، ما تاكلش ده، ما تعملش ده، ممنوع كذا. لا، ده ما بيحصلش. احنا بنظبط النظام الغذائي لمريض الكلى على حسب وزنه والحالة الصحية بتاعته والتحاليل بتاعته، بيغسل ولا هو في أنهي درجة قصور. حاجات كتيرة جدا بتتحكم في نظام الأكل بتاعه، والأكل اللي نقوله كله وما تاكلوش. بس في العموم هو مش ممنوع من أي حاجة خالص.